السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم السوداني محمود إسماعيل الذي سيدير مباراة المنتخب المغربي مع جنوب أفريقيا في ثمن النهائي، ويكشف عن سر خطير يفضح به الكاف. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة المنتخب المغربي مع جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية. فقد دخل على الخط الحكم السوداني محمود إسماعيل، وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت، وقال: أنا سعيد للغاية أنني سأحكم مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الجنوب أفريقي، لأن هذه المباراة من أقوى المباريات في دور الثمن النهائي في كأس الأمم الإفريقية، والعالم أجمع سيسلط الضوء على هذه المباراة لمشاهدة هذه المباراة النارية والحماسية. ولكن أكثر ما أغضبني في الكاف أنه أعلن عن طاقم الحكام ولم يعلن على حكام الفار حتى الآن. فأنا علمت من بعض المصادر أن الجنوب أفريقي فيكتور غوميز سيعين الحكم الجزائري مصطفى غربال لغرفة الفار، وأنا لا أوافق صراحة على هذا القرار، لأنه سيضع الشكوك في هذه المباراة، ونحن نعلم مدى العلاقة بين الجزائر والمغرب في الوقت الحالي. اللجنة المنظمة دائما تعلن عن طاقم التحكيم بالكامل، ولكن في هذه المباراة لم يعلنوا عن حكام الفار، وأنا اندهشت صراحة من هذا القرار، وخاصة أن رئيس الكاف وأيضا رئيس لجنة الحكام في الكاف فيكتور غوميز من جنوب أفريقيا، ولقد تعرضوا لهجوم شديد من جانب الصحافة المغربية. فلماذا لم يتم تعيين حكام الفار لكي ننسق مع بعضنا البعض قبل هذه المباراة؟ فهنا رئيس لجنة الحكام فيكتور غوميز يضع الشكوك في غرفة الفار في هذه المباراة، وأنا أعلن أنني سوف أحكم هذه المباراة بالعدل، ولن أنظر أبدا إلى المنتخب المغربي أو الجنوب أفريقي، وكل شيء أمامي سوف أحتسبه بما يرضي الله. وأرجو من اللجنة المنظمة للكاف إعلان طاقم حكام الفار الآن لكي لا يضع الآخرون الشك في هذه المباراة الفاصلة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.